صبحكم الله بالخير. طول الصيف وانا اسمع ان اندية البريمير ليج وعلى رأسهم السيتي يريدون جوهرة سيلتا فيجو. بعدها اسمع خبر باريس يخطف جوهرة سيلتا فيجو اللاعب الاسباني الشاب. بعدها اسمع نابولي القوي دي لورنتس الرئيس التاريخي يحافظ على زيلينسكي ويخطف جوهرة سيلتا فيجو. قبل 24 ساعة الصحفي فابريزيو رومانو بالعبارة الشهيرة هير وي جو جابري فيجا إلى الأهلي. النقطة الأولى، نعطي مقدمة سريعة. من هو جابري فيجا؟ لاعب أسباني شاب عمره 21 سنة، يعتبر لاعب وسط هجومي. سجل الموسم الماضي 11 هدف وصنع 4 أهداف، بمعنى ولا لاعب يتفوق عليه من سيلتا فيجو إلا المهاجم ياغو أسباس اللي سجل 12 هدف. هذا اللاعب يعتبر أفضل لاعب في الليغا في شهر فبراير، فاز بالجائزة، وهو صاحب الثنائية في المباراة الختامية على برشلونة لما سيلتا فيجو فازوا 2-1 وضمن لفريق البقاء. النقطة الثانية، مميزاته وقدراته. فيجا بالمراحل السنية لعب كمهاجم، وبالتالي غير مستغرب عدد الأهداف والأسيست اللي عند اللاعب. لكن لما لعب مع سيلتا فيجو بالفريق الأول كان يلعب تحت المهاجم كمركز رقم 10، يلعب تحت المهاجم ياغو أسباس. مميزات أنه عنده قوة تسديد مرعبة، والدليل أنه ولا لاعب بالليغا الإسبانية سجل أهداف خارج منطقة 18 أكثر من فيجا. لكن مدرب البرتغالي كارفاهال يقول قوة هذا اللاعب في فهمه لكرة القدم في نقطتين: نقطة التحرك بشكل عمودي، وأيضا مهاجمة المساحة، كيفية هروبه من لاعبين الخصم. ركز على هالنقطتين لأن راح نرجع لهم بالسنابات اللي بعدها. النقطة الثالثة، تصريحات المدرب البرتغالي مدرب سيلتا فيجو كارفاهال في توجيهاته لفيجا، اللي أنا أعتقد أنه غير من مسيرته وطوره الموسم الماضي. قال له أنت لاعب رائع، لاعب جيد جدا، حتى إذا لعبت تحت المهاجم عندك أهداف وعندك صناعة للأهداف، أوكي. قال له أنت عندك نقطتين ممتازين، اللي هو التحرك بشكل عمودي مثل ما قلنا، ومهاجمة المساحة. لو تنزل لخط الوسط تلعب بمناطق منخفضة أكثر راح تكون عندك مساحات أكبر لمهاجمتها، وتقدر تهرب من خصومك بشكل ممتاز. يقول له ماذا لو حافظت على نفس عدد الأهداف وصناعة الأهداف وانت في مناطق الوسط؟ راح تكون لاعب فريد من نوعك، نوعيتك في العالم يمكن ما تكون موجودة. وهذا اللي غير فيه في مسيرة فيجا، أنه نزله أكثر لخط الوسط. في المباراة الختامية ضد برشلونة سيلتا فيجو يحتاج الفوز لضمان البقاء، فالمدرب كارفاهال صرح لقنوات سكاي يقول مسكت فيجا قلت له في هذه المباراة أبيك تلعب في خط الوسط وانت تقود القوس كله، رباعي الوسط كله القيادة تكون عندك. أبي أدوارك الدفاعية تكون أقوى، أنت ممتاز في عملية الضغط، وأول ما نكسب الكرة هاجم المساحة، لكن إذا الكرة مو معنا نظم خط الوسط. هذا الكلام للاعب شاب عمره 21 سنة. فيقول كارفال، يقول فيجا مثل السمكة، يعرف يفهم كيف يتحرك ويتنقل في المساحات. إذا منغويز تقدم يأخذ مكان أسباس، إذا أسباس تحرك يغير مكانه. يقول رائع. شوفوا هدف برشلونة الأول. النقطة الخامسة والأخيرة، ملخص اللي قلناه. هذا اللاعب متكون في الفئات السنية كمهاجم، فيعرف كيف يسجل أهداف. في سيلتا فيجو لعب تحت المهاجم، فعنده صناعة أهداف وعنده قوة تسديد خارج منطقة 18. والمدرب البرتغالي كارفاهال خلاه في خط الوسط، فصار عنده الفيجن، النظرة أكبر، مساحات أكثر يهاجمها، يتحرك بشكل أفضل، يهرب من خصومه بشكل مربك. فاليوم الأهلي أخذ جوهرة حقيقية تنافست عليها كل أندية أوروبا. هذا دليل آخر على قوة المشروع. الدوري السعودي اليوم ما ينتظر لاعب في نهاية مسيرته، لاعب موهوب، لاعب نجم، أيا كان شيء يقدم الإضافة للفريق وللدوري. تعال، اليوم صار في قوة جذب عالمية. أنا منبهر.